السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا أبطال تالتة إعدادي؟ عاملين إيه يا وحوش في كل أنحاء جمهورية مصر العربية؟ أخباركم إيه؟ من اسكندرية لأسوان، طمنين عليكم يا رب تكونوا بخير. إحنا شرحنا الدرس الأول في الجبر في حصتين، النهاردة إن شاء الله الحصة التالتة هنشرح الدرس الثاني العلاقات والدوال. وملاحظ إن الدرس العنوان بتاعنا فيه كلمتين علاقات ودوال، يبقى معنى كده إن إحنا لازم نفهم يعني إيه علاقة ويعني إيه دالة. طيب، وهل في علاقه فيه ارتباط ما بينهم؟ يا مستر، العلاقه هي مفتاح بيساعدنا نفهم يعني ايه داله. يعني العلاقه تتحول الى داله بشروط، يبقى لازم يكون عندي شروط علشان اقول ان العلاقه بتاعتي اصبحت داله. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب، هنعرف الكلام ده مع بعض. مش هطول عليك، انا مستر مصطفى عرابي وانت بتسمع قناه مستر عراب رياضيات، وما اطولش عليك واقول لك يلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات والدوال مع بعض كده. اول حاجه العلاقات. العلاقه ببساطه خالص، لو انا عندي مجموعه س فيها عنصر 2 و3 ومجموعه ص فيها عنصر 5 و6. طيب، اذا حصل ارتباط يعني الاثنين ارتبطت بالخمسه فهنا اسمها علاقه. يبقى انا ربطت جزء، ربطت رقم واحد من هنا برقم واحد من هنا. طب لو ربطت الرقمين برقم واحد يعني الاثنين مع الستة والثلاثة مع الستة، دي اسمها علاقة. طب لو ربطت الرقم واحد بالرقمين يعني الاثنين مع الستة والاثنين مع الخمسة، دي اسمها علاقة. طب لو ربطت الرقمين من هنا بالرقمين من هنا يعني 2 و5 2 و6 3 و5 3 و6، دي اسمها علاقة. فتعريف العلاقة هو ارتباط يربط بعض او كل عناصر السين، يعني بعض العناصر من السين او كلها ببعض او كل عناصر الصاد، وبنرمز لها بالرمز عين. يبقى دي كده تمام. فمثلا اذا كانت السين 2 و3 والصاد 4 و5، فان س ضرب صاد حاصل ضرب ديكارتي، يبقى اللي انا هجيبه دلوقتي حاصل ضرب ديكارتي. درس اول. قال له فعلا يا مستر حاصل ضرب ديكارت درس اول. قلت له 2 و4 2 و5 3 و4 3 و5. لو خدت الاثنين والاربعه فدي اسمها علاقه، لان ارتبط بعض عناصر السين ببعض عناصر الصاد. لو خدت دول مع بعض اسمها علاقه، لو خدت دول مع بعض اسمها علاقه، لو خدتهم كلهم اسمها علاقه. يبقى لو خدت دول علاقه، لو خدت واحده بس علاقه، خدتهم كلهم علاقه، ما خدتش اي حاجه فدي اسمها علاقه خاليه او علاقه فارغه. يبقى دلوقتي يا مستر عرفت يعني ايه علاقه؟ قال لي ما طولش عليك علشان ننجز ناخد مثال يوضح لي الدنيا اكتر. المثال بيقول اذا كانت السين والصاد، يبقى انا كده عندي مجموعه السين ومجموعه الصاد. طيب، علشان نبدا الحل ده ببساطه خالص، اول حاجه بعملها باجي عامل كده عمود، وباجي عامل عمود تاني كده. هو قال لي كم مجموعه؟ س وصاد. قلت له طب بالراحه، هي العلاقه بتاعتي كانت من مين؟ قال لي من السين للصاد. قلت له خلاص يبقى نكتب هنا كده السين ونكتب هنا كده الصاد. قال لي خلي بالك، العلاقه من س لصاد حيث الف علاقه مع ب. الف ده يا مستر معناه عناصر جوه مجموعه السين، يبقى اي رقم هنكتبه جوه هنا اسمه الف، والباء ينتمي لمجموعه الصاد، واي رقم هنكتبه هنا كده اسمه باء، اللي هو بيقول لك ان الالف تبع السين والب تبع الصاد. حلو. طيب، السين كانت عباره عن صفر وواحد وثلاثه واربعه، والصاد عباره عن اتنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. هو قال لي ان الالف تبع السين، يبقى اي رقم جوه السين هنسميه الف، يبقى اي حاجه جوه السين هنسميها الف، واي حاجه جوه الصاد هنسميها ب. كويس. قال لي تعني ان الب بتساوي 5 ناقص الالف، دي كده بنقول عليها مفتاح الحل. تمام؟ قال لي قال لي اكتب بيان العلاقه. طيب، اللي انا بعمله ده اسمه مخطط سهمي. هو في الامتحان بيجي في الامتحان يقول لك اكتب بيان العلاقه ومثله بمخطط سهمي ومثله بمخطط بياني، بس ده كان عشان اول مثال فجايب لك حاجه واحده.
بس هم الثلاثه بيجوا في الامتحان، يقول لك اكتب بيان عين ومثله بمخطط سهمي ومثله بمخطط بياني، او اكتب بيان عين وهاته بمخطط سهمي. دايما بيجي الاثنين دول. المخطط البياني احيانا يجي واحيانا لا. طيب كويس يا مستر، انا ببدا حلي بالمخطط السهمي على طول، مش ببدا هي اول ما ببدا الحل ببدا بالمخطط السهمي. طب وبعدين يا مستر الحل ازاي؟ انا كتبت السين وكتبت الصاد زي ما حضرتك قلت. قال لي ان الب بتساوي 5 ناقص الالف. ايه رايك لو قلت 5 ناقص الالف؟ 5 ناقص، طب ما كل دي عناصر اسمها الف. طب بص كده، 5 ناقص الصفر يدي كام؟ 5 ناقص الصفر يدي 5. يدي 5 يبقى 5 ناقص الصفر يدي 5. يبقى 5 ناقص الصفر يبقى يدي 5. يبقى 5 لما ننقصها من الالف اعتبر الالف مره بصفر، يبقى 5 ناقص صفر يدي 5، يبقى نوصلها بالخمسه. طيب 5 ناقص الالف، الالف اعتبره بواحد هنا، يبقى 5 ناقص 1 4. 5 ناقص الالف اعتبر الالف هنا بثلاثه، يبقى 5 ناقص 3 2. 5 ناقص الالف اعتبر الالف باربعه، يبقى 5 ناقص 4 1. 5 ناقص 4 بواحد، هل في هنا واحد؟ يعني 5 ناقص 4 يدي واحد. هل الب فيها وحيد؟ لا يا مستر، الب عمره ما كان واحد. يبقى ده كده اللي حصل قدامي. طيب هو ما قاليش اللي انا جبته ده مخطط سهمي، هو عايز بيان عين، يبقى اقول له بيان العلاقه او بيان عين. الصفر ارتبط بالخمسه، يبقى صفر مع الخمسه. الواحد ارتبط بالاربعه، يبقى واحد مع الاربعه. الثلاثه ارتبطت بالاثنين، يبقى ثلاثه مع الاثنين. شكرا. ده اللي حصل، الصفر مع الخمسه والواحد مع الاربعه والثلاثه مع الاثنين، وده بيان العلاقه. وكده مساله شكرا. ما فهمتش قوي؟ ركز معايا في اللي جاي هتفهم اكتر. اذا كانت السين ودي الصاد وكانت العين علاقه من س الى صاد، تعني الف علاقه مع ب، او حيث الف علاقه مع ب تعني ان مفتاح الحل الف تنتمي للسين. كل ده احنا عارفينه خلاص. يبقى هنا كده كلمه تعني ان اللي هي مفتاح الحل اللي بيتغير من مساله لمساله، ده اللي دايما بيتغير من مساله لاخرى. اكتب بيان العلاقه ومثله بمخطط سهمي. شوف، مش انا قلت لك دايما بيجي مخطط سهمي؟ طيب اول حاجه باجي عامل كده اهو، وباجي عامل كده، تمام. ده اسمه المخطط السهمي، ده المخطط ايه؟ السهمي. بنكتب هنا السين وبنكتب هنا الصاد، لان هو قال لك ايه؟ علاقه من س الى صاد، يبقى بدا بالسين ونهى بالصاد، يبقى س وصاد. السين 2 و4 و5. طب والصاد 1 و2 و4. كويس. قال لك ان الالف اكبر من الب. الالف دي كده كلها عناصر اسمها الالف، يبقى السين اللي هي الالف والصاد اللي هي الب. كانه بيقول لك السين اكبر من الصاد. السين اكبر من الصاد فعلا يا مستر، الاثنين اكبر من واحد. هل الاثنين اكبر من الاثنين؟ لا. هل الاثنين اكبر من الاربعه؟ لا. والاربعه اكبر من الواحد، والاربعه اكبر من الاثنين، والخمسه اكبر من الواحد، والخمسه اكبر من الاثنين، والخمسه اكبر من الاربعه. يبقى ده كده المخطط السهمي. قال لي اكتب بيان العلاقه، فانا هقول له بيان العلاقه الاثنين مع الواحد، يبقى 2 وواحد. الأربعة مع الواحد والأربعة مع الاثنين، يبقى 4 مع الواحد و4 مع الاثنين. والخمسة مع الواحد والخمسة مع الاثنين والخمسة مع الأربعة، الخمسة مع الواحد والخمسة مع الاثنين والخمسة مع الأربعة. كويس جدا. اللي حصل قدامي ده اسمه بيان العلاقة، وده المخطط السهم، وبكده مسألتنا خلصت. ندخل على السؤال اللي بعده. إذا كانت السين ودي الصاد وكانت العين علاقة من س إلى صاد، ألف علاقة مع ب، المهم إيه أهو مفتاح الحل أهو، ده كده المفتاح بتاع الحل. بكل ألف تنتمي للسين وب تنتمي للصاد. طالب مني اكتب بيان العلاقة. أنا كده كده باجي عامل مخطط سهمي، يبقى ببدأ حلي بمخطط سهمي، بيسهل عليا الدنيا أكتر من بيان العلاقة. باجي عامل كده عمود وكده عمود، وبكتب هنا كده يا مستر ده السين بالنسبة لنا وده الصاد. كويس. طيب السين عبارة عن 0 1 2 3، 0 1 2 3. طيب والصاد -1 0 1 4 9، 0 1 4 9. طيب هو قال، ركز كده معايا، الالف بتساوي جذر الب. الالف اللي هي السين والب اللي هي الصاد.
فهو خد جذر الب. لما ناخد جذر، خلينا ناخد هنا، لما ناخد جذر التسعه يدي كام؟ 3. يبقى الثلاثه تتوصل ب. فعلا جذر التسعه يدي 3، لان هو ما قالش جذر الالف يدي الب، قال جذر الب يعني جذر الصاد لما اخده هيديني الالف اللي هي 3 فعلا. ولو خدت جذر الاربعه تديني الاثنين، فدي هتتوصل بدي. ولو خدت جذر الواحد هيدي 1، فده هتتوصل بدي. ولو خدت جذر الصفر فده هيدينا صفر، يبقى ده هتوصل بده. ولو خدت جذر السالب 1 لا يوجد جذر للسالب تربيعي، لا يوجد جذر تربيعي للسالب، فده بالنسبه لنا ملوش جذر. فاللي حصل ده كده اسمه مخطط سهمي. عايزه او مش عايزه بكتبه، مش هتخسر حاجه، ولكن ده بيسهل لي ان انا اجيب بيان العلاقه. ممكن يا مستر في ان احنا نجيب بيان العلاقه الاول، ايوه، بس احيانا الطالب بيتلخبط مني، فعشان ما يتلخبطش بقى بعمل له ايه؟ بقول له تعالى نكتب المخطط السهمي، طلبوا ما طلبوش ما طلبوش، المهم ان احنا مش خسرانين حاجه. صفر مع الصفر، واحد مع الواحد، والاثنين مع الاربعه، والثلاثه مع التسعه. كويس جدا، يبقى اللي حصل قدامنا ده بيان العلاقه اللي هو طالبه مني. كويس. بيقول لي هل الاثنين علاقه يعني ارتبطت بالاربعه؟ ما اعرفش يا مستر. الاثنين ايوه يا مستر، الاثنين ارتبطوا بالاربعه اهي، اثنين اهو. نعم، الاثنين علاقه مع الاربعه، يعني الاثنين ارتبطت بالاربعه. نعم يا مستر حصل. بيقول لي لو كانت الثلاثه علاقه مع الكاف، فإن الكاف هتساوي كام؟ قلت له تعالى كده نشوف هي الثلاثة ارتبطت بمين؟ قال لي الثلاثة ارتبطت بالتسعة. قلت له يعني الثلاثة علاقة مع مين؟ قال لي يعني الثلاثة علاقة مع كاف. قلت له لا، الثلاثة هنا علاقة مع مين يا مستر لو سمحت؟ قال لي مع التسعة. هو بيقول لي الثلاثة علاقة مع الكاف، يبقى معنى كده ان الكاف بكام؟ معنى كده ان الكاف بتسعة. وبكده خلصت السؤال الثاني هنا والسؤال الثالث هنا. شكرا. زي الفل زي الفل. ندخل على السؤال او الجزء اللي بعده. ثانيا، العلاقه من مجموعه الى نفسها. يعني ايه يا مستر علاقه من مجموعه الى نفسها؟ تعال نقول لك. اعطيك السين اهي، وكانت العين علاقه معرفه على س، تعني الف علاقه مع ب. ركز بقى معايا. تعني ان، يبقى ده كده مفتاح الحل. حلو. اكتب بيان العلاقه ومثلها بمخطط سهمي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لما يجي يقول لك وكانت العين علاقه معرفه على السين، يبقى العلاقه بتاعتي بدات من السين وراحت للسين. هناك كان بيقول لي ايه؟ وكانت العين علاقه من سين الى صاد، بدات من السين وراحت للصاد. هنا بيقول لي ايه؟ وكانت العين علاقه من سين، او كانت العين علاقه على سين. يعني علاقه على نفسها، يعني علاقه من السين ارتبطت بالسين. بالظبط كده. طيب السين بكام؟ سالب 2 سالب 1 0 2. طيب وهنا اكيد هنكتب زيها سالب 2 سالب 1 0 2. تعال نشوف. بيقول الالف معكوس جمعي للعدد ب. طيب السالب 2 معكوس الجمعي يعني نغير الاشاره. معكوس جمعي يعني نغير الإشارة. طيب السالب 2 أصبحت 2، والسالب 1 بواحد، بس يا مستر مفيش واحد. طيب الصفر المعكوس الجمعي بتاعه صفر، والاثنين المعكوس سالب 2. طيب اللي حصل ده اسمه مخطط سهمي. طيب هو طالب مني بيان العلاقة ومخطط سهمي، فمخطط سهمي خلاص أنا كده كده جبته. فنقول له بقى بيان العلاقة اللي سالب 2 مع الاثنين، السالب 2 مع الاثنين، والصفر مع الصفر، والصفر مع الصفر، والاثنين مع السالب 2، والاثنين مع السالب 2. شكرا، ده بيان العلاقة. عندك مشكلة؟ لا يا مستر ما عنديش مشكلة. تعال نشوف مثال تاني يوضح لي الدنيا أكتر. ولا مفيش مثال؟ خلاص، هو خلاص كده خلص الأمثلة بتاعتنا. هندخل، احنا كده كنا واخدين الجزء الأول اسمه العلاقة، الجزء الثاني بقى اسمه الدالة. يعني إيه يا مستر؟ بيقول لي الدالة، أو ممكن نقول عليها التطبيق. يبقى كلمة الدالة أو التطبيق. نقول أن العلاقة دالة. إمتى بقى العلاقة بتاعتنا تتحول تبقى دالة؟ إذا ارتبط كل عنصر من عناصر السين
بعنصر واحد فقط من عناصر الصاد، وعلى هذا فإن العلاقة من س إلى ص تكون دالة إذا تحقق إحدى الحالات الآتية. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندي كام حالة؟ عندي 3 حالات. امتى؟ ركز كده معايا، بيقول لي تكون الدالة إذا تحقق، يبقى هنا كده متى تكون العلاقة اللي احنا قاعدين ندرس فيها من بدري، متى تكون العلاقة دالة؟ امتى اقول لها يا علاقة انت اتحولتي بقيتي اسمك دالة؟ امتى يا مستر؟ عندي كام حالة؟ 3. لو زوج مرتب ليها شرط، لو كان مخطط سهمي ليها شرط، لو كان مخطط بياني ليها شرط. يبقى انا دلوقتي يا علاقة انت دلوقتي اتحولتي لدالة، او علشان تتحولي لدالة ايه هي شروطك؟ قالت لي انا عندي 3 حالات. لو زوج مرتب هقول لك الشرط دلوقتي، لو مخطط سهمي هقول لك الشرط، لو مخطط بياني هقول لك الشرط. طيب تعالى كده نقلب السبورة ونشوف مع بعض. انا عندي مجموعة السين وعندي مجموعة الصاد، تمام. بيقول لي بين اي العلاقات الاتيه تمثل داله وايهما ليس تمثل داله. يبقى ده كده بيان العلاقه. يبقى ركز كده معايا، مش احنا قلنا عندنا 3 حالات؟ الزوج المرتب اللي هو بيان العلاقه، بيان العلاقه. طيب يبقى هنا كده من خلال الزوج المرتب الشرط كل عنصر من عناصر كل عنصر من عناصر السين يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. كل عنصر من عناصر السين يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. على سبيل المثال عناصر السين 1 و2 و3 ظهروا في العلاقة دي. عناصر السين ظهر هنا 1 و2 و3. كل عنصر من عناصر السين ظهرت في العلاقة كمسقط أول أهو. كل عنصر من عناصر السين يظهر كمسقط أول، يعني ده الواحد ظهر كمسقط أول، والاثنين ظهرت كمسقط أول، والثلاثة ظهرت كمسقط أول، وكل رقم منهم ظهر مرة واحدة. يبقى دي كده نعم علاقة. طب تعالى هنا، الواحد ظهر كمسقط اول، والاثنين ظهرت، ما اللي عايز الواحد والاثنين والثلاثه، والاثنين ظهرت كمسقط اول، اما والثلاثه ظهرت كمسقط اول، والاثنين ظهرت تاني. يبقى الاثنين ظهرت ايه؟ كمسقط اول ايه؟ مرتين. يبقى دي كده ليست داله. السبب ليه مش داله؟ هقول له بقى السبب. لان العنصر 2 اللي هو ينتمي للسين، العنصر 2 اللي هو ينتمي لمين؟ اللي هو ينتمي للسين، ظهر كمسقط أول مرتين. أمال هو علشان تكون دالة لازم يظهر كمسقط أول مرة واحدة بس، مرة واحدة فقط، لكن هو ظهر كمسقط أول مرتين، فأقول له إن أنت مش دالة. طيب الاثنين ظهرت اهي، والثلاثه ظهرت اهي. طب الواحد مش المفروض يظهر هنا؟ ما ظهرش، يبقى دي كده ليست داله. ليه؟ السبب ليه؟ لان العنصر هو الاثنين والثلاثه ظهروا، الواحد ما ظهرش، لان العنصر واحد اللي هو ينتمي للسينات لم يظهر كمسقط اول، لم يظهر كمسقط اول بس، لم يظهر كمسقط، ما ظهرش معايا كمسقط اول، وانا المفروض يظهر معايا كمسقط اول مره واحده، ما ظهرش. يبقى من الاخر عناصر السين كل واحد فيهم يظهر مره داله، فيهم حاجه ظهرت مرتين مش داله، فيهم حاجه ما ظهرتش يبقى برضه مش داله. عشان تكون داله كل عنصر في السين يظهر مره واحده. طيب ده كده بيان العلاقه اللي هو كزوج مرتب. طيب تعال نشوف المخطط السهمي.
المخطط السهمي ايه من دول كده نقول عليها داله، وايه اللي نقول عليها ليست داله؟ هقول له يا مستر من خلال المخطط السهمي، من خلال المخطط السهمي اقول عليها داله امتى يا مستر؟ اذا خرج من كل عنصر من عناصر السين سهم واحد فقط إلى عناصر الصاد. مش فاهم. عناصر السين 2 و4 و6، 2 و4 و6 كل عنصر فيهم خرج منه سهم، يبقى دي كده دالة. 2 و4 و6 المفروض كل عنصر يخرج منه سهم، الأربعة يا مستر اللي هي تبع السين اللي هي تنتمي للسين لم يخرج منها أي سهم، ما خرجش منها أي سهم، ما خرجش منها أي حاجة. ده معناه إن دي كده هنقول عليها ليست دالة. ليست إيه؟ دالة. دي دالة عشان كل عنصر في السين خرج منه سهم. دي مش دالة عشان في عنصر ما طلعش منه سهم. عارف لو كله طلع منه سهم اقول عليها دالة، لكن للاسف الاربعة ما طلعش. طيب ودي يا مستر الاثنين والاربعة والستة هقول عليها ايه؟ هقول عليها يا مستر دي هقول عليها ليست دالة. ليه يا عم؟ عشان العنصر 4 اللي هو ينتمي للسين طلع العنصر معلش العنصر 6 اللي هو ينتمي للسين طلع منه سهم وطلع منه سهم، يبقى العنصر 6 اللي هو ينتمي للسين خرج منه سهمين الى الصاد. يا عم طب ايه المشكله؟ لا يا عم انا بقول المخطط السهمي امتى نقول عليه داله؟ اذا خرج من كل عنصر من عناصر السين سهم واحد فقط الى الصاد. هنا خرج منه سهمين يبقى مستر مش تبعنا، ما خرجش يبقى مش تبعنا. يبقى امتى اقول ان انت تبعنا؟ اذا خرج من كل عنصر من عناصر السين سهم واحد فقط. طيب تعالى ندخل على المخطط البياني. امتى اقول ان المخطط البياني بتاعي ده داله؟ لو كان امتى اقول على المخطط البياني داله؟ امتى يا مستر؟ اذا كان او اذا ظهر على كل، ركز كده معايا، انا ملاحظ ان دي 2 السينات 2 4 7 ادي 2 4 7 ادي دي كده 2 4 7 ظهر هنا نقطة وظهر هنا نقطتين وظهر هنا نقطة. لو كل خط رأسي ظهرت عليه نقطة واحدة بس دالة. لو لقيت خط منهم ظهر عليه نقطتين اقول عليها ليست دالة. يبقى البياني امتى اقول عليه دالة؟ اذا ظهر على كل خط رأسي نقطة واحدة فقط. طيب حلو، يعني دي دالة ولا لا؟ يا عم ما انت ملاحظ ان الاربعة ظهر عليها الخط اللي هو عدى على الاربعة ظهر عليه نقطتين، يبقى اقول عليها ليست دالة. ليه يا عم؟ السبب ايه السبب؟ لأن الخط الرأسي الذي يمر بالعنصر 4 ظهرت عليه نقطتين، لأن الخط الرأسي الذي يمر خط الرأس الذي يمر بالعنصر 4 ظهر عليه نقطتين. أمال إيه الصح؟ الصح إن الخط الرأسي بيظهر عليه نقطة بس، ظهر عليه نقطتين يبقى البقاء لله. طيب ده الاثنين ظهر عليه نقطة وده نقطة وده نقطة، يبقى دي نعم
دالة. السبب لأن كل خط رأسي ظهرت عليه نقطة واحدة فقط. طيب ودي الأربعة ظهر عليها نقطتين، والسبعة نقطة، والاتنين ما ظهرش، يبقى دي ليست دالة. السبب إيه السبب؟ عندي يا مستر سببين. لا إما تقول له لأن الخط الرأسي الذي يمر بالاثنين، لأن الخط الرأسي الذي يمر بالعنصر 2 لم يظهر عليه نقاط، أو تقول له لأن الخط الرأسي الذي يمر بالأربعة ظهرت عليه نقطتين. يعني دي صح ودي صح. يبقى من الآخر الخط الرأسي يظهر عليه كل واحد يظهر عليه نقطة، يبقى الحمد لله. ما ظهرش نقاط يبقى ليست دالة. ظهر أكتر من نقطة على الخط الواحد يبقى ليست دالة. تمام؟ تمام يا مستر. تعال ناخد مثال يوضح لي الدنيا شوية. طيب ماشي. قبل ما ناخد المثال نوضح حاجة كده بحيث ان احنا ندخل على الأمثلة على طول. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه كلمة المجال؟ ويعني ايه المجال المقابل؟ ويعني ايه المدى؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لو انا عندي مجموعة السين، وعندي دي كده مجموعة الصاد، دي وليكن يعني مجموعة السين 0 1 3، ومجموعة الصاد 5 7 8 9. قال لي كويس. قلت له مجموعة السين بنقول عليها المجال، ومجموعة الصاد بنقول عليها مجال المقابل، أو المجال المقابل. يبقى دي بنقول عليها المجال، ودي بنقول عليها المجال المقابل. ده المجال وده المجال المقابل. طيب إذا أنا رحت وصلت دي كده ودي كده ودي كده، دي يا مستر دالة. ليه دالة؟ لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم الى الصاد، فبقول عليها داله. حلو. لما انا طلعت اسهم لمين؟ للخمسه والسبعه والثمانيه. الثلاثه دول بنقول عليهم المدى. يبقى لو جيت قلت لك مين هو المدى، هتقول لي المدى يا مستر هي الخمسه والسبعه والثمانيه. كويس جدا. والمدى هو مجموعة جزئية. بص كده، مش المجال المقابل. المجال المقابل كان عبارة عن 5 و7 و8 و9. قال لي اه. والمدى كان عبارة عن 5 و7 و8. قال لي اه. قلت له مين الكبير؟ قال لي المجال المقابل فيه رقم أكبر. فنقدر نقول إن المدى جزء من المجال المقابل. يبقى المدى حته جزء من المجال المقابل. يبقى كده عرفنا ان المدى جزء من المجال المقابل. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا المجال والمجال المقابل والمدى. والمدى هو جزء من المجال المقابل، والمدى هو صورة المجال. تمام كده؟ طيب كويس جدا. ندخل على الأمثلة اللي هتساعدني في الحل يا مستر. طيب بيقول لي إذا كانت السين بواحد واثنين وثلاثة، والصاد بواحد وثلاثة وستة وتسعة و12، وكانت العين علاقة من س إلى ص ألف علاقة مع الب، تعني أن ده كده مفتاح الحل. لكل ألف تنتمي للسين. طيب أول حاجة باجي عامل مخطط سهمي، باجي عامل دي كده وأجي عامل أهو، دي كده السين، دي كده الصاد. حلو. بسمي السين جواها واحد واثنين وثلاثة، والصاد بواحد وثلاثة وستة وتسعة و12. كويس جدا. قال لي اكتب بيان العلاقة. طب نعمل مخطط سهمي، ومن المخطط السهمي نجيب بيان العلاقة زي ما احنا اتعودنا. قال لي تلت الب يساوي ألف. أنا بجيب دي بطريقة أسهل. لما يقول لي ألف بتساوي تلت الب، فباجي اقول له امسك الثلاثه اضربها في الالف، اصبحت 3 في الف ب3 الف بتساوي 1 في الب بالب. يبقى هي يبقى دي كده مفتاح الحل.
يبقى مفتاح الحل اللي هو الالف بتساوي تلت ب، انا حولتها للشكل ده 3 الف بتساوي ب. يعني ايه 3 الف؟ هنضرب بقى، هنضرب 3 في الالف. مش احنا كنا بنقول ان السينات دي بنسميها الالف ودي بنسميها الب؟ قال لي اه. 3 الف، 3 في 1 ب3، يبقى دي كده اهي. 3 الف، 3 في 2 ب6، 3 في 3، 3 في 3 ب9 اهو. ده كده مخطط سهمي. طيب قال لي من المخطط السهمي ده اكتب لي بيان العلاقة. بيبقى بيان العلاقة 1 مع 3 و2 مع 6 و3 مع 9. قال لي وبين انها دالة واكتب المدى. طيب هقول له دي دالة. هو مش بيقول لك بين انها بين انها دالة، يعني قول لي السبب ليه هي دالة. السبب لا اما تقول له لان كل عنصر من السين خرج منه سهم للصاد، او تقول له لان كل عنصر من السين ظهر كمسقط اول مره واحده فقط. ده 1 2 3، السين 1 2 3 ظهرت كمسقط اول مره واحده فقط. لا اما تقول له السبب من خلال من هنا او من هنا، دي صح ودي صح، بس الاسهل على الطالب بيقول السبب لان كل عنصر من عناصر السين خرج منها سهم واحد فقط للصاد، لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد فقط إلى الصاد. بس كده ما فيهاش أي مشكلة. طيب اكتب المدى. طيب خلي بالك، هنجيب المدى وهوضح لك معلومة دلوقتي مهمة. المدى اللي احنا وصلنا له سهم التسعة والستة والتلاتة، يبقى 3 و6 و9. خلي بالك معنى ان انا بجيب المدى لازم تكون دالة. طب لو هي مش دالة يبقى ليس لها مدى. يبقى من الآخر، ركز بقى معايا، من الآخر لو كانت دالة يبقى ليها مدى. طب لو كانت ليست دالة يبقى ليس لها مدى. ما انت ما تروحش تقول لي هي مش دالة بس هروح اجيب المدى. يا عم انت مفتح، يا عم بيقول لك مش دالة يبقى ازاي لها مدى؟ طالما مش دالة يبقى ملهاش مدى. خلاص كده؟ طيب ندخل على السؤال اللي بعده. إذا كانت السين ودي الصاد وكانت العين علاقة من سين إلى صاد ألف علاقة مع الب تعني أن. اعمل الأول كده مخطط سهمي. هنكتب فيه السين والصاد. هنا كده السين، ونيجي عاملين كده مخطط جنبه. طيب السينات بكام؟ 1 3 4 5، والصادات بواحد 2 3 4 5 6. طيب بيقول لي ألف زائد الب بتساوي 7. اجمع 1 وواحد 2، ما توصلش 1 و2 3 1 يعني اجمع الواحد هتلاقي الواحد وكام؟ 1 و6 يدي 7 فعلا، و3 مع الأربعة تدي 7 فعلا، و4 مع الثلاثة تدي 7، و5 مع الاثنين تدي 7. ده كده اسمه مخطط سهمي. طيب هو قال لك اكتب بيان العلاقة ومثلها بمخطط سهمي، يبقى تعالى نكتب بيان العلاقة. الواحد مع الستة، الواحد مع الستة، التلاتة مع الأربعة، التلاتة مع الأربعة، الأربعة مع التلاتة، الأربعة مع التلاتة، الخمسة مع الاتنين، الخمسة مع الاتنين. طيب يبقى ده مخطط سهمي وده مخطط وده بيان العلاقة. هل العين دالة ولا لأ؟ هو كل عنصر خرج منه سهم؟ نعم العلاقة دالة. السبب لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد فقط إلى الصاد، لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد فقط إلى الصاد.
تمام كده يا باشمهندس؟ خلاص ده كانت في كفر الشيخ 2022. طيب مثال 5، اذا كانت السين بتساوي مجموعه السين حيث س تنتمي لطاء اللي هي الاعداد الطبيعيه، وكانت السين اكبر من او تساوي الواحد واصغر من او تساوي الثلاثه، يعني مجموعه السين اكبر من او تساوي الواحد، فطالما قال تساوي الواحد يبقى ناخد الواحد والاثنين، واصغر من او تساوي الثلاثه يبقى ناخد الثلاثه. وكانت العين علاقه على س تعني حيث الف علاقه مع ب تعني ان الالف بتساوي الب، ده مفتاح الحل. طالما قال لي العين علاقه على السين يبقى هعمل هنا كده عمود اسميه س، وعمود تاني اسميه س. طيب العمود ده واحد واثنين وثلاثه، وده واحد واثنين وثلاثه، كويس. هو قال لي الالف بتساوي الب، يعني هنوصل الواحد بالواحد والاثنين بالاثنين والثلاثه بالثلاثه. ده مخطط ايه؟ ده مخطط سهمي. اكتب بيان العلاقه. يبقى بيان العلاقه هتساوي، بيان العلاقه هتساوي واحد وواحد، اتنين واتنين، تلاتة وتلاتة، لأن هو قال لك الألف بتساوي الب، ومثلها بمخطط سهمي. يبقى عندي مخطط سهمي وعندي بيان العلاقة. بيقول لي هل بين أن العين تمثل دالة؟ نعم، العلاقة بتاعتي دالة. السبب لأن كل عنصر من عناصر السين، لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد فقط إلى الصاد. تمام. بيقول لي يا مستر اذكر المدى. المدى اللي هو وصلنا له سهم، يبقى المدى هيساوي مين اللي وصلنا له سهم؟ الواحد والاثنين والثلاثه. الواحد والثلاثه ماشي، مش هتفرق الترتيب، واحد وثلاثه واثنين او واحد واثنين وثلاثه، لان الترتيب مش مهم. ندخل على السؤال مثال 7، وده اخر سؤال في حلقتنا النهارده ان شاء الله. والسؤال ده مهم جدا جدا جدا. طيب بيقول لي اذا كانت السين واحد وثلاثه وخمسه، وكانت العين علاقه على السين، وكان بيان العلاقه بتاعتي. طيب طالما علاقه على السين يبقى هنيجي عاملين كده، وهنيجي عاملين كده، وهنقول له يا مستر ان دي س وان دي س. طيب السين بواحد وثلاثة وخمسة، وهنا السين الثانية بواحد وثلاثة وخمسة. طيب هو قال لي ان الواحد ارتبط بالخمسة، الواحد ارتبط بالخمسة. قال لي ان الالف ارتبطت بالثلاثة، اللي ارتبط بالثلاثة يا ترى الثلاثة ارتبطت بالثلاثة ولا الخمسة ارتبطت بالثلاثة؟ يعني معنى كده ان الالف ارتبطت بالثلاثة، يا ترى الالف كانت هي الثلاثة ولا كانت الخمسة، ولا الالف كانت الخمسة؟ معرفش. طيب نمسح دي كده نوضح الدنيا شوية. ركز معايا ركز. يبقى دي كده الواحد ارتبط، خلاص ده كده امرها مفروغ منه، الواحد مرتبطه بالخمسه. الب ارتبطت بالواحد، اللي ارتبط بالواحد يا ترى الثلاثه اللي ارتبطت بالواحد ولا الخمسه اللي ارتبطت بالواحد؟ يعني الب ممكن تكون خمسه والب ممكن تكون ثلاثه. مش فاهم؟ تعالى بالراحه، امسح ده كله كده، ركز كده معايا بالراحه، اوضح لك الدنيا دلوقتي. طيب طبعا الواحد مرتبط بالخمسه خلاص، في رقم ارتبط بالثلاثه وفي رقم ارتبط بالواحد. لو الثلاثه هي اللي ارتبطت بالواحد يبقى الخمسه هي اللي هترتبط بالثلاثه، لو الثلاثه هي اللي هترتبط بالثلاثه يبقى الخمسه هي اللي هترتبط بالواحد. يعني لو انا اعتبرت ان الالف هي اللي بثلاثه يبقى الب اكيد هتبقى بكام؟ بخمسه. ولو اعتبرت ان الالف هي اللي بخمسه يبقى الب هي اللي بكام؟ بثلاثه. هو بقى عايز الف زائد الب، يبقى نقول له الف زائد الب هيبقى 3 زائد الخمسة يبقى 8، وهو عايز ألف زائد الب، يبقى الألف يبقى 5 زائد 3 ب8، يبقى في الحالتين هيدوا كام؟ 8. المسألة دي هتبقى مشكلة معايا فين؟ طبعا احنا عرفنا ده خلاص. المسألة دي هتبقى مشكلة معايا امتى؟ لو جه قال لي الألف ناقص الب. فاهم حاجة؟ يعني دلوقتي
انت عارف ان الالف ارتبط بالثلاثه، كده كده الواحد ارتبط بالخمسه، فخلاص الواحد ارتبط بالخمسه دي امر مفروغ منه. الواحد الالف ارتبطت بالثلاثه، يا ترى اللي ارتبط بالثلاثه الثلاثه ولا الخمسه؟ فانا بقول له ممكن تكون الثلاثه وممكن تكون الخمسه. طيب الب ارتبطت بالواحد، يا ترى اللي ارتبط بالواحد الثلاثه ولا الخمسه؟ ممكن تكون الب بخمسه او بثلاثه. فلو كان الالف هي اللي بثلاثه يبقى الب بخمسه، ولو كانت الالف هي اللي بخمسه يبقى الب بثلاثه. ما لو انت لو الالف هي اللي بخمسه، لو يعني الالف، يعني لو الالف بخمسه فالخمسه ارتبطت بالثلاثه، يبقى اكيد الثلاثه هترتبط، يبقى لو دي بالالف يبقى دي الب. يبقى لو كانت الالف ارتبطت بالثلاثه يعني الخمسه ارتبطت بالثلاثه، يعني الالف هي الخمسه، والب ارتبطت بالواحد يعني الثلاثه ارتبطت بالواحد. لو كان الالف هي اللي الالف ارتبطت بالثلاثه، يعني لو كانت الثلاثه هي اللي ارتبطت بالثلاثه يبقى الالف بثلاثه والب بكام؟ بخمسه، عكس بعض. انا مش عارف مين اللي ارتبط بمين، بس فبقول له مره لو كانت الالف بثلاثه يبقى الب بخمسه، لو كانت الالف بخمسه يبقى الب بكام؟ يبقى الب بثلاثه. يبقى من الاخر خالص بص كده معايا، الواحد ارتبط بالخمسه يبقى اشطب الواحد، يبقى هنا بقى 3 و5، الالف لو بثلاثه يبقى الب بخمسه، لو الالف هو اللي بخمسه يبقى الب بثلاثه. دي ما بتفرقش معايا في الجمع، لان 3 و5 8 و5 و3 8. تفرق معايا في الطرح، يعني لو جه قال لي اوجد الف ناقص الب، في الحاله دي بقى يبقى 3 ناقص الخمسه سالب 2، و5 ناقص الثلاثه موجب 2. يبقى شوف الاجابه بتاعتي هتطلع مره موجب 2 ومره سالب 2. وبالمثال ده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. لو كنت استفدت فلازم تعمل شير للقناه وتعمل شير للفيديو عشان كل يسمع الفيديو والدل على الخير كفاعله. انا مستر مصطفى عرابي وانت بتسمع قناه مستر عرابي رياضيات، واستنانا على خير في فيديو جديد وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.